ايه هي حكاية الطفلين اللي لونهم اخضر وخرجوا من حفرة في ارض الغابة؟ في القرن ال 12 في انجلترا بعض رعاة الاغنام بيقولوا انهم لقوا ولد وبنت خارجين من الغابة وشكلهم غريب، لابسين لبس من مواد غريبة وبيتكلموا بلغة اغرب عمرهم ما سمعوها، وكمان لون بشرتهم اخضر، حرفيا اخضر. لما حاولوا يتواصلوا معاهم بالإشارة دلوهم على المكان اللي جم منه، وكان حفرة في الأرض محفورة ومتغطية بالنباتات علشان تبقى فخ للذئاب. لكن ازاي وصلوا للحفرة دي أصلا؟ والغريب كمان إنهم قعدوا فترة مش راضيين ياكلوا أي حاجة لحد ما شخص قدم لهم الفاصوليا الخضراء، هجموا عليها فورا. فاصوليا خضراء وهم خضر يعني. في نظرية بتقول إنهم مجرد طفلين تايهين من قرية معزولة، وإن لونهم الأخضر ده مرض نادر بسبب سوء التغذية، لكن دي نظرية مش ممتعة. الممتع بقى إنهم بعد فترة اتعلموا اللغة الإنجليزية وقالوا إنهم جايين من مكان اسمه أرض القديس مارتن، مكان ما بيطلعش فيه الشمس، السماء على طول في حالة الشفق. الشفق أخضر وهم خضر، ها؟ وهم بقى في أرض القديس مارتن وبيلعبوا تحت الشفق، وقعوا في حفرة أغمى عليهم، فاقوا لقوا نفسهم هنا. المهم قولوا لنا، مين فيكم بيحب الفاصوليا الخضراء؟